هرجع لكان طيب كان حنين اتاريه كداب كبير. بنلاقيها وبنشوف راجل بيوقع ست او ست، مش عايزه اقول بتوقع، بس يعني بيبقوا ضاحكين على الاثنين على بعض، واول ما بتقفل عليهم باب بيت واحد الحقيقه بقى بتظهر. ليه التحول ده؟ ايه الاسباب يعني؟ هو عجبني قوي السؤال ده، وفي حته كمان محتاجين نزودها عليه، ان هو فعلا لما البني ادم بيضمن، احنا كلنا كبني ادمين لما بناخد الشخص ده فور جرانتد فخلاص انا بضطر ان هو عادي بتعامل معاه عادي. عشان كده محتاجين نفكر نفسنا، ولو في ناس متجوزين محتاجين تفكر نفسك انت اخترت الشخص ده ليه. انت محتاج تفكر نفسك بالحاجات المميزات اللي كانت موجوده فيه وانت اخترته عشان ستيل المميزات دي موجوده. صح. فانت ليه لما ضمنتها بقت عاديه وبقيت تروح تدور على حد تاني في حاجات تانيه؟ ما هو انت كنت عايزها من الاول، عايز المميزات دي من الاول. صح. فعجبني قوي السؤال بتاعك في الحته دي، لان فعلا وانس ان هم يتقفل عليهم باب بيت واحد، وساعات كمان بتكون الصفات مش حقيقيه زي ما قلنا من شويه، كانت فيك. فلما اعرفك بقى وخلاص بقيتي معايا في بيت واحد ضمنك وخلاص عارف ان انت بتاعتي فخلاص، فانا همثل تاني ليه؟ ما خلاص انت بقيتي موجوده. وتتقال كده في رجاله دلوقتي يقولوا كده، وستات برضه عشان ما تبقاش حد يزعل من حد، اللي هو خلاص ما انا كنت بعمل كده في الاول، انت عايزاني افضل اعمل كده تاني ولا ايه؟ مش خلاص بقيتي في بيتي. الجمله دي مستفزه جدا جدا.